مرحبا بكم في قناتكم. استمتع بالرياضة مع أخبار كرة القدم على يوتيوب. بناء على رغبة المتابعين في التعليقات، قررنا أن نقدم لكم فيديو جديد آخر عن أبرز الأرقام القياسية، ولكن في الألعاب الأولمبية الفردية. سنأخذكم في جولة فريدة لاستكشاف أبرز الأرقام القياسية والإنجازات التي حققها الرياضيون في تاريخ الأولمبياد. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. استعدوا لمشاهدة محتوى مذهل سيجذب انتباهكم من اللحظة الأولى. هيا بنا نبدأ هذه الرحلة المدهشة. أرقام قياسية في مسابقة الجري لمسافة 100 مترا و200 مترا و400 مترا. يعتبر يوسين بولت العداء الجامايكي هو صاحب الرقم القياسي في سباق 100 متر ب9.58 في أولمبياد لندن 2012. ويحمل الأسطورة الجامايكي يوسين بولت أيضا رقما قياسيا لا زال مسجل باسمه في سباق 200 متر في أولمبياد بكين 2008 ب19.31. فيما يخص سباق 400 مترا، فإن الجنوب إفريقي ويد فان نيكيرك يحمل الرقم القياسي ب43.03 في أولمبياد ريو 2016. وعلى مستوى السيدات، فإن الأمريكية فلورنس جريفيث جوينر هي صاحبة الرقم القياسي في سباق 100 متر ب10.54 في أولمبياد سيول 1988، كما أنها صاحبة الرقم القياسي في سباق 200 متر في نفس الدورة ب21.33. وفي سباق 400 متر ماري جوزيه بيريس تحمل الرقم القياسي ب48.26 ثانية في أولمبياد أتلانتا 1996. أرقام قياسية في السباحة 100 متر. سباق 100 متر رجال يحمل رقمه القياسي الأمريكي كايلب دريسل في 47.02 ثانية في أولمبياد طوكيو 2020. سباق 100 متر سيدات تحمل رقمه القياسي الأسترالية إيما ماكيون في 51.96 ثانية في أولمبياد طوكيو 2020. أرقام قياسية في دفع الجلة. على مستوى الرجال، يحمل ريان كروسر الأمريكي الرقم القياسي ب22.52 متر في أولمبياد ريو 2016. بينما على مستوى السيدات، تحمل إيلونا سلوبيانيك الرقم القياسي ب22.41 متر في أولمبياد موسكو 1980. الرياضي الأكثر حصولاً على الميداليات يعتبر السباح الأمريكي الأسطوري مايكل فيلبس الأكثر حصولاً على الميداليات في تاريخ الدورات الأولمبية، لأنه حصد 28 من مختلف المعادن، بينها 23 ذهبية، وهو رقم قياسي لأكثر لاعب تتويجاً بالمعدن الأصفر أيضاً. أما في فئة السيدات، فقد نالت لاعبة الجمباز لاريسا لاتينينا من الاتحاد السوفيتي سابقاً العدد الأكبر من الميداليات، حصدت 18 من مختلف المعادن، نصفها من الذهب، وهو أيضاً رقم قياسي للسيدات في الألعاب. الدولة الأكثر حصولاً على الميداليات. تتصدر الولايات المتحدة ترتيب الدول الأكثر استحواذاً على الميداليات مع 2522، بينها 1022 ميدالية ذهبية، كما أنها أعلى نسبة من ميداليات المعدن الأصفر مقارنة بالدول الأخرى. الأكثر تتويجاً في دورة واحدة إنه أيضاً السباح الأمريكي مايكل فيلبس، الذي حقق 8 ذهبيات في السباقات 8 التي خاضها في نسخة بكين عام 2008، وهي أعلى نسبة من الميداليات في إحدى دورات الألعاب الأولمبية الصيفية. أما في فئة السيدات، فتحمل السباحة الألمانية الشرقية كريستين أوتو الرقم القياسي مع 6 ذهبيات في دورة سيول عام 1988. كما تحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية في دورة واحدة،
وحدث ذلك عندما استضافت الألعاب في لوس أنجلوس عام 1984 بحصدها 83 ذهبية، الأكثر تتويجاً في دورات أولمبية توالياً. 3 رياضيون هم العداء الأمريكي كارل لويس الوثب الطويل، ومواطنه الآخر الألفريد أورتر رمي المطرقة، والدنماركي بول إليفستروم ألواح شرائية، نجحوا في إحراز الذهبية في اختصاصاتهم في 4 دورات توالياً. أما في فئة السيدات فيعود هذا الإنجاز إلى المصارعة اليابانية كاوري إتشو الفائزة بالمعدن الأصفر في 4 دورات توالياً أيضاً، الأصغر سناً نيلاً لميدالية. يعود هذا الشرف إلى السباحة الدنماركية إنغي سورانس الأصغر سناً نيلاً لميدالية في مسابقة فردية، عندما نالت البرونزية في سباق 200 متراً ظهراً في أولمبياد برلين عام 1936 بعمر 12 سنة و24 يوماً. أما مواطنها نيلز سكولونغ فبات أصغر رياضي أيضاً ينال ميدالية في مسابقة فردية، عندما حصد الفضية في مسابقة الغطس من المنصة العالية في ألعاب أنتورب عام 1920 بعمر 14 سنة و11 يوماً. أما في مسابقة الفرق فإن لاعب الجمباز اليوناني ديمتريوس لوندراس هو اللاعب الأصغر سناً يتوج بإحدى الميداليات بعمر 10 سنة و218 يوماً. أما لاعبة الجمباز الإيطالية لويجينا جافوتي فهي الأصغر سناً في مسابقة الفرق، تحرز ميدالية أولمبية. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في استكشاف أبرز الأرقام القياسية في الألعاب الأولمبية الفردية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الجولة المذهلة في عالم الرياضة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى المميز عن عالم كرة القدم. شكرا لكم على المشاهدة.